بمجموعة من الشباب. كان عددهم 10 أو 12 على أكثر تقدير. بدأنا إن احنا نجمع بعضينا في أماكن معينة، نبدأ كقافية ثقافي، مقهى ثقافي. بدأناها فكرة صغيرة كبرت دلوقتي معانا أكثر من 1000 شاب على مستوى محافظات مصر. معانا دلوقتي بنرتب لأكثر من 12 حفلة في كل محافظات مصر. طبعا حبينا ان احنا يكون انطلاقنا من مكان هو واحد من اهم الاماكن الثقافيه في الوطن العربي، هو مركز احمد بهاء الدين الثقافي. احنا النهارده يمكن حفل الانطلاق مميز جدا، لان وجودنا في اسيوط ومن الصعيد المنسي طول 40 او 50 سنه او يمكن اكثر، نحب ان احنا نكون لنا مركز ضوء في صعيد مصر. يمكن اليوم اللي هيكون في صعيد مصر باين على الخريطة هيكون عن طريق شبابه مش عن طريق حد تاني. احنا سعداء جدا بيكم، والف شكر لكل من حضر لينا النهارده من نجوم وشعراء سوهاج ونجوم وشعراء اسيوط ونجوم وشعراء بيروت والضمة والصفة والغنايم وكل من حضر إلينا. ألف ألف شكر، وربنا ما يحرمنا منكم ولا يحرمكم مننا. شكرا للشاعر مصطفى الإنسان. والآن يبدأ أمسيتنا الشعرية والشاعر الفاظ مهران.